هل الورم الليفي بسبب عقم؟ مش ضروري. احنا عارفين ان 60% من السيدات في احدى مراحل العمر، بس خصوصا سنين الاخصاب، يمكن يكون عندهم ورم ليفي. 60%؟ 60%. لكن اللي عندهم اعراض ما يتجاوزوش 10 الى 15%. يعني ممكن السيده يبقى عندها ورم ليفي وما تعرفش، وتعيش وتقابل ربنا وعندها ورم ليفي وما تعرفش. وساعات يكتشف الورم الليفي وهي بتولد، بتعمل قيصريه، يعني حملت وانجبت وعندها ورم ليفي. وارد. لكن ساعات ممكن يؤثر في الانجاب ويعمل عقم. امتى؟ لما يكون ورم كبير وضغط على تجويف الرحم وعوجه. الحاجه الثانيه، اذا تكون الورم الليفي نفسه جوه تجويف الرحم مكان ما بيتكون البيبي هيتكون فين؟ الحاجه الثالثه، لما تكون اورام متعدده حتى لو كانت صغيره، انها بتقعد تحوط على تجويف الرحم من كل ناحيه، بحيث ان تكوين الجنين بيبقى صعب قوي. فممكن تحمل وتسقط، وممكن ما تحملش خالص. ولذلك علاقه الورم الليفي بالحمل علاقه مش مؤكده. في ناس عندها ورم ليفي وما تعرفش، في ولم عندها ورم ليفي وبتحمل، وفي ناس عندها ورم ليفي ومش عارفه تحمل. ولذلك الامور متشابكه. وهنتكلم على الحقن، اهميته او عدم اهميته في موضوع الانجاب.